فيلم توينز، فيلم وعلم ولا خيال مؤلف؟ فيلم توينز من احلى الافلام الكوميديه اللي اتعملت في حقبه الثمانينات. تخيل معايا ارنولد شوارزنيجر، البطل العملاق، بطل اولمبيا، مستر اولمبيا، الساندرو اللي معمول باسمه، كمال الاجسام، طالع توأم لمين؟ لداني ديفيتو، الكوميديان الظريف التخين القصير. طب ازاي؟ الفيلم مش بس كوميديا، ده بيطرح سؤال علمي خطير جدا. هل ممكن العلم يساعد في تشكيل جنين من خلال التلاعب بالجينات؟ وايه اللي ممكن يحصل لو التجربة دي فشلت؟ النهاردة هنشوف مع بعض هل الفيلم ده خيال علمي بحت ولا في شوية علم ممكن يكونوا حقيقة، وايه اللي وصل له العلم دلوقتي في موضوع الهندسة الوراثية. الفيلم بيحكي قصة غريبة جدا. في الخمسينات مجموعة من العلماء قرروا ان هم يعملوا تجربة سرية، انهم يساهموا في تشكيل الانسان الكامل. طب ازاي؟ والكمال لله وحده طبعا، عن طريق انهم ياخدوا الحيوانات المنوية من 6 رجالة مختلفين. كل واحد فيهم من ال6 رجال دول متميز في حاجة معينة، واحد رياضي، واحد عبقري، واحد فيلسوف، واحد رجل اعمال وغني. العلماء دول خلطوا المادة الوراثية كلها مع بعض وحقنوها في بويضة ماري آن. مين هي ماري آن؟ ماري آن ام ارنولد شوارزنيجر وداني ديفيتو اللي كانت مساهمة في العملية دي. الهدف من العملية انهم يشاركوا في انتاج طفل واحد، كل الجينات الوراثية بتاعت ال6 رجال العباقرة دول يبقوا في طفل واحد بس. لكن اللي حصل غير كده تماما، وما كانش حد ابدا يتوقعه. البويضة المخصبة اتقسمت لاتنين، يعني بدل ما يبقى واحد طلع توأم. خير وبركة. المفاجأة الاكبر ايه هي بقى؟ ان التوأم ده غير متطابق، بس مش غير متطابق في الجينات، ده غير متطابق في الشكل كمان. ارنولد شوارزنيجر وديفيتو. جوليوس او ارنولد شوارزنيجر، جوليوس ده في الفيلم اللي هو الطفل الاول، وده اخد كل الصفات الايجابيه من ال6 رجاله: جسم رياضي وعضلات ضخمه وذكاء خارق وسرعه بديهه وبيتكلم 6 لغات، طيب ومهذب ومتدين كمان، وبيغسل رجليه قبل ما ينام. باختصار الانسان المثالي ان العلماء كانوا بيحلموا بيه. فينسنت اللي هو داني ديفيتو اخد عكس ارنولد شوارزنيجر تماما، يعني كل الصفات السلبيه اتنقلت له: قصير، ذكاؤه محدود، نصاب وحرامي، وبيسرق عربيات، واتسجن قبل كده فواتير ما دفعهاش في المرور، يعني حالته متبهدله تماما. العلماء هنا عملوا ايه؟ قرروا ان هم يكذبوا على الام ويقولوا لها ان التجربه فشلت والطفلين ماتوا. جوليوس اللي هو ارنولد شوارزنيجر راح يعيش في جزيره في عرض البحر منعزله تماما مع عالم من العلماء اللي شاركوا في التجربه، واتربى هناك بعيد عن العالم وعاش حياه مثاليه. فينسنت راح لدار ايتام في لوس انجلوس. في يوم عيد ميلاد جوليوس ال35 بيقرر العالم اللي اخده عشان يعيش معاه في الجزيره ان هو يواجهه بالحقيقه ويقول له ان امك عايشه وانت كمان ليك اخ توأم. جوليوس ما بيصدقش وبيتصدم وبيبقى فرحان جدا، ويقرر ان هو يسيب الجزيره ويسافر امريكا عشان يدور على اخوه وعلى امه. جوليوس اول ما بينزل لوس انجلوس بيروح لدار الايتام اللي اتربى فيه اخوه، وبيحاول يطلع باي معلومه عن فينسنت. فبيعرف ان هو هرب من دار الايتام، وحتى مديره دار الايتام بتقول له اكيد اخوك في السجن، عشان هو كان مشاغب وكان سيء لاقصى درجه. فجوليوس بيقرر ان هو يروح يسال عليه في السجون وفي اقسام البوليس، وفعلا بيلاقيه. المهم ان جوليوس بيدفع الكفاله بتاعته وبيطلعه. فينسنت ما كانش مصدق، وكان بيفكر ان ارنولد شوارزنيجر ده حد من العصابه عاوز يخليه يثق فيه عشان ينتقموا منه. ابتدى فينسنت يشغل مخه على جوليوس واستغله عشان يساعده في عملياته الاجراميه، في السرقه وفي النصب. وفي مره من المرات فينسنت وهو بيسرق عربيه كانت كاديلاك ومميزه جدا، وكان في العربيه دي موجود فيها شنطه فيها محرك لطائره نفاثه ثمنه ما لا يقل عن 35 مليون دولار، والكلام ده كان فين؟ في الثمانينات. العصابات بتدور على فينسنت، وفي نفس الوقت بيظهر قاتل محترف بيدور على ايه؟ على جهاز الطياره النفاثه. فينسنت وجوليوس بيقرروا يسافروا عشان يدوروا على امهم. طبعا في فينسنت هو اصلا لسه مش مصدق، بس هو واخد جوليوس استغلال. في اللحظه دي فينسنت كان مرتبط بواحده اسمها ليندا. ليندا دي ليها اخت اسمها مارين. مارين بتعجب قوي بجوليوس. المهم الاربعه بيقرروا يسافروا يدوروا على الام، وراحوا عشان يقابلوا الدكتور ترافين صاحب الفكره وواحد من العلماء اللي عمل التجربه، وهو بيكشف لهم الحقيقه القاسيه ان جوليوس اخذ كل المميزات والجينات الوراثيه من ال6 اباء، لكن فينسنت اخذ الفضلات اللي هي كل الصفات السلبيه اللي ما كانش حد عاوزها اصلا. فينسنت في اللحظه دي بينهار تماما
وبيبان عليه التأثير فعلا. فينسنت هنا بيقرر يهرب ويروح لهيوستن عشان يبيع المحرك بتاع الطيارة النفاثة اللي فجأة لقى أصلا في العربية بالصدفة. لكن جوليوس بيحس بأخوه عن طريق توارد الخواطر التوأمي، وبيقرر يلحق أخوه عشان ينقذه. وفي مشهد درامي الاتنين بيتغلبوا على القاتل المحترف. لكن بعد الرغي ده كله، هو فين العلم في الموضوع؟ هل فعلا ممكن العلم يشارك في تجهيز بني آدم مثالي مفهوش غلطة؟ هل التجربة اللي حصلت في الفيلم أصلا ممكن تحصل في الواقع؟ الإجابة هنا معقدة شوية. أولا، إن إزاي تخلط 6 حيوانات منوية من 6 أشخاص مختلفين، وده أصلا مستحيل بالطريقة اللي الفيلم بيقولها. ليه؟ لأن كل حيوان منوي فيه نص المادة الوراثية لكل رجل فقط، ومستحيل نخلط 6 حيوانات منوية ب6 جينات مختلفة، ده مستحيل. وهنفترض ان ده لو حصل، ان البويضة اصلا هتموت لانها مش هتحتمل كمية الدي ان ايه اللي داخلها. الاخصاب الطبيعي حيوان منوي واحد، بويضة واحدة، جنين واحد، بنصف جينات من الاب ونصف جينات من الام. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان في تقنيات حديثة قريبة من الفكرة بتاعت الفيلم، اللي هي زي ايه؟ زي التلقيح الصناعي. بس قبل ما يزرعوا الحيوان المنوي في البويضة بيتم تحليل للحيوان المنوي ده وبيفحصوه جينيا. هل هو خالي من الامراض الوراثيه؟ هل هو جينيا قوي؟ هل هو جينيا ذكي؟ فده شبه اللي حصل في الفيلم، ان هم بينتجوا بني ادم مش كامل، لان الكمال لله وحده، لكن بني ادم خالي من العيوب او عيوبه قليله شويه. وفي بعض الحالات بناخد 3 جينات مختلفه. طب ازاي اذا كان هو من الاب ومن الام بس؟ لا، في عمليه بتتم ان هم بياخدوا بويضه بتاعت واحده مختلفه تماما عن الام، لكن بتتلقح بالحيوان المنوي بتاع الاب، والبويضه دي بتتزرع في رحم الام. يعني كده 3 اشخاص مشاركين في الجنين ده. طيب السؤال الثاني، هل في الحاله دي ممكن نختار صفات معينه؟ يعني انا والله انا عاوز ابني يطلع اينشتاين، لا انا عاوز ابني يطلع كريستيانو رونالدو، لا يا عمي انا عاوز ابني يطلع ميسي. هل ده ممكن يحصل؟ العمليه دي يعني ولا يعني ايه يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. في تجارب موجوده بدرجه محدوده، بس التجارب دي عن ايه؟ ان هي بتحاول تفصل جين معين عن الحيوان المنوي، او تزود جين تاني للبويضة عشان تفيد الجنين. في 2018 في عالم صيني عمل فضيحة كبيرة جدا، عدل صفات وراثية لتوأم بنتين عشان يخليهم محميين من الفيروسات. فالنتيجة ايه؟ ان العالم ده دخل السجن 3 سنين. والمشكلة كمان ان معظم الصفات اللي هي زي القوة والجمال والذكاء ما بتعتمدش على جين واحد، لكن بتعتمد على جينات كتير جدا، غير البيئة والنشأة اللي الطفل بيتربى فيها، لانها بتكون في شخصيته. هل فعلا التوأم ممكن يطلع غير متطابق؟ يعني زي مثلا ارنولد شوارزنيجر وديفيتو. في الواقع ان التوأم نوعين، توأم متطابق وتوأم غير متطابق. في حالة الفيلم دي ان التوأم غير متطابق، ودول ما يعتبروش توأم بالمعنى الحرفي، هم توأم بس في اللحظة اللي اتولدوا فيها، لكن بالصفات مختلفين، الشكل بيكون مختلف، الطباع بيكون مختلفة، وده في حالة التوأم غير متطابق. لكن في التوأم المتطابق فولة واتقسمت نصين شكلا وموضوعا، وبيبقى فيه بعض الاختلافات في الطباع والتصرفات، لكن ما تبقاش اختلافات قوية. بس فكرة ان واحد ياخد الصفات الحلوة كلها ليه وواحد تاني ياخد الصفات الوحشة كلها ليه، ده خيال علمي بحت. ليه؟ لأن الجينات ما بتشتغلش كده. الفيلم بيطرح فكرة خطيرة جدا اسمها تحسين النسل، ودي فكرة قديمة جدا من قديم الأزل، وتاريخها كمان مظلم قوي. في أوائل القرن العشرين كان في حركة في أمريكا وأوروبا بتنادي بتحسين الجنس البشري، وده عن طريق منع الناس الغير مرغوب فيهم من الإنجاب. من 1909 ل 1979 حوالي 20,000 بني آدم في كاليفورنيا تم تعقيمهم قسريا، لأن فجأة الحكومة قررت إنهم مش مناسبين للإنجاب. والنازيين في ألمانيا استخدموا الطريقة دي بطريقة أكتر وحشية، تم تعقيم 400,000 شخص قسريا، وقتلوا 75,000 شخص من ذوي الإعاقات. بعد الحرب العالمية الثانية العالم كله رفض الفكرة دي، لكن دلوقتي ومع تطور التكنولوجيا الجينية في مخاوف ان الفكرة دي ترجع تاني بشكل حديث، ان الأغنياء بس هم اللي يقدروا يدفعوا عشان يحسنوا جينات أطفالهم، وده هيخلق طبقتين من المجتمع، ناس معدلة وراثيا وناس عادية. نيجي لسؤال مهم، هل التوارد الذهني بين الإخوات أو التوأم حقيقة ولا خيال علمي؟ في الفيلم جوليوس بيحس بفينسنت عن بعد، في قصص كتير عن توأم حسوا ببعض من مسافات بعيدة او عرفوا ان حاجة وحشة حصلت للتاني، لكن من الناحية العلمية مفيش دليل قوي على وجود ده بشكل حقيقي. معظم الحالات دي ممكن تتفسر انها صدفة او بالارتباط العاطفي القوي. التوأم المتطابق بيكون فعلا في ارتباط قوي بينهم بسبب انهم عاشوا نفس التجارب، عندهم نفس الجينات. رغم ان قصة فيلم توينز خيالية، لكن العلم في اللحظة اللي احنا فيها دي وصل لمراحل مهمة جدا في الهندسة الوراثية. الواقع ان التكنولوجيا موجودة لكن لسه محدودة جدا،
ومكلفه وخطيره. مستحيل ان احنا نصمم طفل مثالي زي جوليوس في الفيلم. لو فرضنا ان التكنولوجيا دي متاحه فعلا، مين اللي يحدد ايه الصفات المرغوبه وايه الصفات الغير مرغوب فيها؟ الناس الفقيره عمرها ما هتقدر تدفع تكاليف التعديل الوراثي. يعني هنخلق طبقه وراثيه جديده. التنوع الجيني مهم لبقاء الجنس البشري. لو كل الناس بقت مثاليه وراثيا، ده ممكن يضعف مناعتنا الجماعيه ضد الامراض. ولو سهل ان احنا نمنع الاعاقات الوراثيه، ده معناه ان المجتمع شايف ان اصحاب الهمم اقل قيمه. طب القانون بيقول ايه؟ في امريكا مفيش قانون فيدرالي بيمنع تعديل الاجنه، لكن ممنوع استخدام فلوس الحكومه في الابحاث دي. في بريطانيا في جهات حكوميه بتنظم الموضوع، ومسموح بس في حالات طبيه محدده جدا. في معظم دول العالم التعديل الوراثي على الاجنه ممنوع تماما. فيلم توينز مش مجرد فيلم كوميدي، الفيلم بيطرح اسئله فلسفيه قويه جدا. الطبيعه ضد التربيه. جوليوس مثلا نشأ في بيئه مثاليه، جزيره هاديه، تعليم ممتاز، قيم اخلاقيه عاليه. فينسنت بقى اتربى في دار ايتام، وبعدين هرب، وبعد كده اتربى في الشارع، وبعد كده بقى نصاب. ايه التاثير الاقوى على الحالتين دول، الجينات ولا البيئه؟ الفيلم بيقول ان الاثنين مهمين. جوليوس عنده جينات ممتازه بس كمان اتربى صح. فينسنت عنده جينات سيئه، بس الفيلم بيوضح ان فينسنت عنده فعلا صفات حلوه مش موجوده اصلا في جوليوس. ذكي في التعامل مع الناس، وعنده مهارات في الشارع، وبيعرف يفتح مواضيع، وبيثبت شجاعته وولائه لاخوه. العلماء في الفيلم حاولوا ان هم يشكلوا الانسان الكامل، بس التجربه فشلت وطلعوا توأم. الفيلم نفسه بيقول ان مفيش حد كامل، ودي حقيقه. حتى جوليوس المثالي عنده نقط ضعف. فيلم توينز فيلم كوميدي ممتع، بس بيطرح اسئله قويه جدا عن مستقبل البشريه. العلم فعلا وصل لمرحله ان احنا ممكن نعدل الجينات وراثيا، لكن لسه ما وصلناش لمرحله تصميم الاطفال زي ما الفيلم ما بيتخيل. والحمد لله قوي على كده. الانسانيه مش محتاجه بشر مثاليين اصلا، احنا محتاجين بشر متنوعين وعندهم القدره على التغيير وعلى النمو. الفيلم بيوضح حاجه مهمه جدا، ان العيله والحب والتربيه اهم مليون مره من الجينات. جوليوس وفينسنت مختلفين تماما، بس في النهايه بقوا افضل اصحاب واقوى توأم، وده بسبب حبهم لبعض مش بسبب جيناتهم. وده درس مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه. مهما وصل العلم وطور، لازم نفتكر ان الانسان مش مجرد تجارب او ابحاث او معادلات في المعامل. الانسان مشاعر واحلام وقيم وتجارب وبس كده. هو ده فيلمنا، فيلم توينز، فيلم كوميدي ممتع جدا. لو عجبك الفيلم وعجبتك الحلقه، اعمل سبسكرايب واعمل لايك، واكتب لي في الكومنتات ايه نوعيه الافلام اللي انت تحب ان احنا نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم.